السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حصاد الأسبوع. نورمالمون أنا كنصاوب غير فيديوهات قصيرة، ولكن مرة أو جوج مرات في الأسبوع كندير فيديوهات مطولة. بغيكم تفرجوا حتى الآخر باش تشوفوا الفيديوهات المطولة اللي كندير وتضامنوا معاها وتفاعلوا معاها. وكنتمنى كل شيء يعمل لي بارطاج واشتراك ولايك للقناة. المهم هادشي ما بغيت نقول لكم، وفرجة ممتعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيرين عبد الوهاب تعقد الكرامة مع حسام حبيب فور خروجها من المستشفى، وما حارت لفيهم ديالها لفي بناتها في الأخت تاعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد مجرد يحيي حفل كبير في دولة الإمارات يوم الأحد 20 نوفمبر القادم. مفاجأة سارة لجمهوره كي توعد بها اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيرين تعقد قرانها مع حسام حبيب فور خروجها من المستشفى، ولم تأبه بما فعلوا بها قبل دخولها المستشفى، وأنها فرحانة لدرجة أنها لم تأخذ استشارة والدتها أو أخيها قبل الزواج، بل ذهبت لوحدها هي وهو وتزوجها. والجمهور ديالها جد راضي بما فعلت، لأنه تصرف غير ناضج أو تصرف غير واضح لإنسانة ناضجة في السن. وكما تقول أنه حسام حبيب هو الذي أقنعني بالرجوع، أنها ما زالت تحبه، وأنها كانت حيدة المتابعة لكل الفنانين والفنانات من انستغرام، وتركت حسام حبيب فقط هو اللي خلات ليه متابعة. وفي سياق آخر، نضال الأحمدية تهاجم شيرين عبد الوهاب وكتقول لها أنك سقطتي من عيون الناس كتير، وكتهاجمها بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي كله، أنها ما كتركزش وما كتثبتش، لأن حسام حبيب يعني تعدى عليها بزاف، وهي كتقول نتوما ظالمين حسام حبيب. انا اللي كنت ظالمه، وانا اللي كنت كنتعدى عليه، وانا اللي كنت كنتعامل معاه خيب. بالعكس، حسام انسان طيب وانسان خلوق، وما عمره ما خدا ليا فلوسي على حساب ديك الهضره اللي كانت كتقول انه كان كياخذ لها فلوسها، وانه كان كيستغلها. وبالفرحه ديالها مع حسام حبيب كما يقول متابعيها ومحبيها أنها ممشيش حتى الكوافير زي العرائس، بل اكتفت بنفسها كما خرجت من المستشفى. في مواقع بيضحكوا ويقولوا محاش حتى الدوش عملته بنفسها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد المجرد في دبي على موعد مفاجأة كما يقول هو سارة مع الجمهور ديالو، مع أغنية جديدة كيحضر لها باش أول ظهور لها أو تقديم لها يكون إن شاء الله في دولة الإمارات. وهو ما بقى دار حتى حفلة من بعد الزواج ديالو، لأنه كان باغي يستقر في الحياة ديالو، أنه كيفكر بغى يدير وليدات، وأنه تكون أسرة عادية كأي شاب ناضج في حياته وبغى يدير وليدات. المهم هذه الحفلة تكون إن شاء الله في 20 في نوفمبر، يعني الأحد القادم. وحفل كبير إن شاء الله يكون في الإمارات، وأنه يفاجئ فيه الجمهور ديالو والمتتبعين ديالو، وأنها تكون مفاجأة سارة بعد غياب طويل، لأنه مقاطع حتى من شهر 9 بعد الزواج ديالو في فرنسا من صديقته ريتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندى حسي واش طلقت من اليزار ولا مازال؟ لانها كتقول بانها تزوج بهذا الشاب اللي مع دابا حاليا، وعايشه هي وياه قصه حب مطوله. واش هما تزوجوا ولا مازال؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجاء بالمير تتعرض لحمله تنمر كبيره بسبب صور حطتها في امريكا
خلاص بزاف تاع القنوات كيهضروا عليها. عليكم ورحمة الله وبركاته. المغاربة ينتقدون إطلاق الفنانات بمهرجان دولي في مراكش. شوها في اللباس، بغاو يقلدوا الفنانات المصريات في مهرجان الجونة، ولكن راهم شوهوا تاع بصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محامي شيرين يؤكد خروجها من المستشفى وهي الآن في المنزل ديالها مع بناتها، وقريبا تتوضح جميع الأمور، وأنها تابع خوها والأم ديالها بأنهم دخلوها المستشفى وبغى يبعدوا على بناتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نضال الأحمدية تهاجم شيرين عبد الوهاب لأنها رجعت للطليق ديالها حسام حبيب، وقالت لها أنك سقطتي من عيون محبيك والجمهور ديالك بعد رجوعك إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيرين عبد الوهاب بفرحتها لرجوعها إلى حسام حبيب لم تذهب إلى الكوافير، بالفرحة ديالها احتفلت الشعر دارته مقلوب، لأنها كما جات من المستشفى تزوجت به مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شفت الهاشتاغ اللي كنقولون فتيحة لأجل أطفالها، واش نتوما معها أو ضد ديالها؟ المهم الله يصوب ليها ويصوب الجميع، حتى واحد ما بقاها مقادة في الدنيا، الله يسهل الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الممثلة أو المغنية كريمة غيث حضرت المهرجان ديال مراكش بكولي كيسوى أكثر من 2 مليار، تبارك الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فؤاد قبيبو رجع لمرته الثانية تونسية، لأن بزاف تساؤلات في هذا الموضوع وبزاف ستوريات بيناتهم، واش رجعوا لبعضياتهم، واش ابتسام باطمة فراسة ولا لا. عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إعلان شيرين عبد الوهاب رجوعها إلى حسام حبيب، صدمها بكلام عمرو أديب لما قال لها اش تقول للناس اللي حصل بينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولة المغربية ترفض فرض ضريبة على المؤثرين وصناع المحتوى اللي كيصوبوا فيديوهات في اليوتيوب أو في مواقع التواصل الاجتماعي، ما بغاش تخرج عليهم ضريبة. شكرا للدولة المغربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان باطمة فاش كانت صغيرة هي وخطيبها تبارك الله ما شاء الله كانوا غزالين بجوج بيهم فنين، الله يخليهم لبعضياتهم والله يكملوا بخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيرين عبد الوهاب كتقول ان الناس كتير ظلمة حسام حبيب وانه كان مظلوم معها، بالعكس اللي كانت ظلمة وانه عمره ما سرق لها فلوسها او طمع فيها، وانها تنازلت على الدعوة اللي كانت ديرها في حق الام ديالها والاخ ديالها مقابل انها تزوج به، وان خوها اللي كان كيهددها وكان كيظلمها وكان كيضربها وانه هو اللي دخلها المستشفى عنوة، وانها عمرها ما دارت الادمان، كل شيء اللي تقال في حقها غير مخطط فاشل من جهة الاخ ديالها باش يستولى على الاموال ديالها فقط لا غير، انه هي وحسام حبيب كانوا على علاقة جيدة حتى دخل الاخ والام ديالها في الحوار اللي خسروا العلاقة بيناتهم، وهو ديما كان مهري فيها وكيبغيها وكيبغي بناتها، على العكس انه كان كيدير اغاني مجانية ليها، ان الاخ ديالها هو اللي كان طامع في الفلوس ديالها وبغى يورثها وهي حية باش ما تسافرش سخط على الام ديالها، سامحت لخوها باش تزوج بحسام حبيب ولكن ما يدخلوش في حياتها مرة ثانية ولا دير شكاية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبيبو حالف حتى يفكر محمد طرق زوج دنيا باطمة كيلعب مع غزل باش يعوضها حان الأب اللي خلاها ومشى للبحرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فؤاد قبيبو زوج ابتسام باطمة ولا كيحط ستوريات فيها فيديوهات هو والزوجة ديالو الثانية اللي من جنسية تونسية، واش هادشي في خبار ابتسام ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد طرق ما بغاش يعطي دنيا باطمة بالتقار، رفع قضية جديدة على الأم ديالها والأخوات ديالها ابتسام وإيمان أنهم دخلوا البارتما ديالو اللي في حي قيليز في مراكش، أنهم سرقوا له وثائق مهمة من المجر ديال البيت النعاس، وأنه ما يطلقهم حتى يردوا ليه الممتلكات ديالو، الأوراق المهمة اللي كتبت أشياء خاصة به، وأنه دار فيهم
دار لهم محاولة سرقة، ودارها في النيابة العامة بابتدائية بمراكش، انه ما بغاش هذا المسلسل ديالو يرجع. مره كيقول انه كيبغيها وما قادش يتفرق عليها وانه ما يطلقهاش، مره كيقول انه يرجع لمرته الاولى اللي رجع ليها في البحرين. كل مره السيد كيبان بوجه. مهم مسلسل مطول، مسلسل سامحيني بهذا المعنى. ولا دنيا فاطمة ما تسوقاش لهذا الخبر ديالو، بقى ما خرجت بالتصريح انها ضرات من هذا العمل اللي قام به، وانه الخير ان الام ديالو ام ديالها كانت حاضنته في المغرب وتعاملت مع الاخ ديالها، ومازال القضيه مستمره. دابا ولات قضيه في قضيه، داكشي تشبك بيناتهم. الله يصوب ديال الكلمه اللي نقول، الله يصوب للجميع، الله يسهل عليهم. الى عجبكم لا فيديو تفاعلوا معاه، بارطاجوه، ما تنسونيش من الاشتراك واللايك والتعليق محفزه. انا ما كنجيب حتى حاجه من راسي غير يعني داكشي كيتحط ستوريات تاع دنيا فاطمه كنهز وكنقربها للناس اللي مهتمه وكتبغي تجيب الاخبار ديال المشاهير. خليت لكم الراحه في فيديو قادم ان شاء الله.